السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا اللقاء الخاص مع الكابتن فهد ثاني الزراع، مدير إدارة التطوير في الاتحاد القطري لكرة القدم، وأيضا عضو اللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والمحاضر الآسيوي. أهلا وسهلا بك كابتن فهد في قناة بي إن سبورتس. لو تحدثنا بداية عن بداياتك في عالم الساحرة المستديرة، عالم كرة القدم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحب فيك أخوي علاء أبو سالم والأخوة البي إن سبورت في هذا اللقاء، ونتشرف بتواجدي وسعيد بتواجدي معكم. للأمانة بدايتي في كرة القدم منذ الصغر، بديت في النادي الأهلي منذ فئة البراعم وتدرجت فيها حتى الفريق الأول. طبعا تدرجت في الفئات السنية، وكنت في ذلك الوقت من بداية صغري كنت قيادي وكنت كابتن لكل المراحل العمرية اللي تدرجت فيها، حتى وصلت إلى الفريق الأول في سنة 89 تقريبا. كان عمري آنذاك 17 عاما. طبعا الكابتن مهاجراني كان في ذاك الوقت المدرب الإيراني المشهور، في ذاك الوقت كان هو مدربا للنادي الأهلي، وطبعا استعان فيني في ذلك في تلك الفترة، حتى لعبت في نهائي كأس الأمير سنة 92 وتشرفنا بالحصول على لقب هذا الكأس الغالية، ومصافحة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أحمد بن خليفة في ذلك الوقت. طبعا كانت مسيرة يعني قصيرة جدا في الملاعب من ناحية اللعب، وبعد ذلك اتجهت إلى التدريب بعد عام 92 بعد ما طبعا حصلنا على هذه الكأس الغالية. أشرفت على عديد الأندية، النادي الأهلي، أيضا النادي الريان، أيضا أشرفت على عديد المنتخبات القطرية بمختلف الفئات السنية، وصولا لتدريب المنتخب القطري الأول، وأنت آخر مدرب وطني أشرف على المنتخب القطري. لو تحدثنا عن تلك التجارب. طبعا الفرصة كانت في ذاك الوقت صعبة، ليست بالسهلة، وفي نفس الوقت قناعة المسؤولين والمجتمع في نفس الوقت بكفاءة المدرب المواطن، وهذا هو التحدي اللي وضعنا على المسار، أن احنا نستمر في هذا المسار بإثبات الوجود. وحتى أني أتذكر في ذاك الوقت أنا وزميلي الكابتن محمد الهاشمي، هو كان لاعب في النادي الأهلي، اتجهنا إلى رئيس الاتحاد في ذاك الوقت محمد بن همام، وعرضنا عليه أن احنا نكون مساعدين متطوعين لمنتخبات الفئات السنية بدون أي مقابل، ونبذل كل جهدنا في سبيل تحقيق ذاتنا وإثبات وجودنا، وفي نفس الوقت مساهمة بالنسبة لنا إلى دور المنتخبات الوطنية ورفع من مستوى وكفاءة اللاعبين في ذاك الوقت وتحقيق الإنجازات المطلوبة في ذاك الوقت. وللأمانة يعني محمد بن همام ما قصر معنا في ذاك الوقت، وانتسبنا ان احنا نكون مساعدين للمنتخبات الفئات السنيه. كان في ذاك الوقت مع المدرب المعروف كروفر، وصاحب النظريه التدريبيه المعروفه في تطوير المهارات في كره القدم. واستمريت مع المنتخبات الفئات السنيه. في سنه 2005 تم اتجاهي إلى المجال الاحترافي في تدريب كرة القدم، وكنت أول مدرب قطري يخوض مهنة الاحتراف في التدريب. وطبعا انتقلت إلى التدريب في أكاديمية التفوق الرياضي إسباير في سنة 2005 بالتحديد، واستمريت حتى عام 2011. في ذاك الوقت انتقلت مساعدا لمدرب المنتخب الأول، كان في ذاك الوقت المدرب الصربي ميلونوفيتش. استمريت تقريبا معه مدة 6 شهور، بعدها تعاقب العديد من المدربين على المنتخب الأول، لازاروني وأتوري، كنت مساعدا لها، ثم توليت قيادة المنتخب في 2013 في شهر يناير 2013 بعد كأس الخليج في ذلك الوقت. وأخذت خلال هذه المرحلة تصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2014 وتصفيات كأس آسيا 2016 تصفيات المؤهلة. استطعنا أن نأهل المنتخب لتصفيات كأس آسيا، لكن لم يحالفنا الحظ في كأس العالم في ذاك الوقت. وكنت أتذكر الأمانة الرسالة كانت واضحة من أعلى القيادة، وطبعا من خلال تدريب المنتخب
المنتخب الأول في دولة قطر أدين بالفضل الأمانة إلى المسؤولين، إلى القيادات الرياضية على رأسها الشيخ جاسم بن حمد أبو فهد الله يطول بعمره، هو من طبعا، والشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، اللي أعطوني طبعا هذه المسؤولية وأثقوا بقدراتي بأن أكون مدربا للمنتخب الأول ووصولي إلى أعلى هرم تدريبي في ذلك الوقت، ثقة منهم بإمكانياتي وقدراتي. طبعا في نهاية الأمر أنا أقول الفضل لها، الرياضة لها فضل كبير علينا للأمانة، وإحنا لا يوجد لنا أي فضل أو أي أثر للأمانة على ما قدموه لنا من فرصة ودعم، وطبعا حتى وصلنا إلى هذا المستوى، نشكرهم كل الشكر. سنتحدث الآن عن دوركم في إدارة التطوير في الاتحاد القطري لكرة القدم منذ توليك الإشراف على هذه الإدارة. هناك عديد النقلات إن صح القول حدثت هنا في الكرة القطرية. حدثنا بداية عن كيف كانت بدايتك مع إدارة التطوير وهدفكم هنا في إدارة التطوير في الاتحاد القطري لكرة القدم. طبعا أخوي أبو سالم، يمكن تسألني بتقولي ليش ما استمريت في مجال التدريب واتجهت إلى المجال الإدارة الفنية في الاتحاد القطري لكرة القدم للأمانة، وهذا طبعا يقودنا إلى سؤال مهم جدا. أنا طبعا حتى وصلت إلى المنتخب الأول في مهنة التدريب استغرق مني الوقت 25 عاما في مجال التدريب، من خلال تقديم العديد من الجهد والتضحيات، وطبعا اشرفنا العديد من اللاعبين في تطويرهم وفي نفس الوقت اعدادهم بالنسبه للمنتخبات الوطنيه. انا حسيت اني وصلت الى اعلى الهرم في مجال التدريب وحققت مكتسبات عديده، وما حبيت اني انا ارجع بتلك المكتسبات الى محطات قد لا تكون فيها هناك استراتيجيه عمل واضحه في مجال التدريب وتحقيق تلك الأهداف من خلال العمل مع الأندية الرياضية. فبالتالي فضلت أن أنا أحافظ على تلك المكتسبات وأضع كل تلك الخبرات في خدمة الوطن وفي خدمة الاتحاد الرياضي، في الاتحاد القطري لكرة القدم، في تأهيل المزيد من اللاعبين في كرة القدم بإعدادهم طبعا بإعدادهم وتأهيلهم للمنتخبات، لتحقيق رؤية الاتحاد القطري أنه يكون واحد من الاتحادات المتميزة والمنافسة على البطولات الدولية وبطولات القارية. تقدمون دورات بأفضل التقنيات بوجود توفير حتى أفضل الملاعب، ملاعب الأندية، ملاعب منتخبات، ملاعب تدريب المونديالية حتى. حدثنا عن هذه الدورات ولأي مدى يستفيد منها المشارك. طبعا لقينا اقبال واضح من جميع الدول الوطن العربي بالتحديد، من الدول الخليجيه ومن دول الوطن العربي، في ارسال العديد من المدربين انهم يحصلون على الدورات التدريبيه في دوله قطر. ولو بنذكر امثله بنطرح كثير من الامثله، يعني طبعا ابدا بالكابتن وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي، حصل على الدوره دبلوم المحترفين من دوله قطر من الاتحاد القطري. الكابتن جمال بالماضي حصل عليها كذلك من دولة قطر، هو مدرب منتخب الجزائر. الكابتن سامي الطرابلسي كذلك حصل عليها من دولة قطر. كثير من محللين البي ان سبورت المتواجدين حصلوا على دورات التدريب المحترفين في دولة قطر كذلك. نبدأ طبعا كابتن قدير محمد أبو تريكة، يوسف شيبو، يعني العديد من المحللين كذلك حصلوا على دورة تدريب. لم يكن النطاق فقط مركزا على المدربين، احنا فتحنا الدورات للإداريين، للمحللين، لجميع العاملين في نطاق تدريب كرة القدم، في نطاق كرة القدم بالتحديد. حتى بعض الحكام حصلوا على الدورات التدريبية كذلك، لأن نؤمن بجانب مهم جدا أن الانفتاح على عالم التدريب في كرة القدم يعطي كثير من الآفاق والمعرفة بالنسبة للعامل في هذا النطاق، أنه هو طبعا ترتفع من خلال قدراته وإمكانياته في النظرة لكرة القدم بشكل شامل. أيضا كابتن يونس علي، انتدبتموه أعتقد أكثر من مرة لكي يذهب للمعايشة مع الأندية الأوروبية، وها هو الآن يجني ثمار هذا العمل وهذا الجهد، كونه أفضل
مدرب في الموسم الماضي في الدوري القطري؟ طبعا نحن نفتخر بكل هذه الإنجازات، وكان تركيزنا الأساسي طبعا على المدرب المواطن بالتحديد ورفع كفاءته وتأهيله بجميع العلوم المساندة اللي يستطيع من خلالها أنه هو ينجح في عمله على أرض الواقع. وبالتالي كل هؤلاء الذي ذكرت أسمائهم، سواء كان الكابتن يونس علي، مرغني الزين، وسام رزق، نبيل أنور، العديد من الأسماء، الكابتن عبد الله مبارك، العديد من الأسماء للأمانة يعني شرفونا بمستوى جيد من العمل بتقديمه مع الأندية القطرية، وتوج من خلالها الكابتن يونس بأفضل مدرب وهو يستحق للأمانة. طبعا هذا هو الاستثمار الحقيقي في مجال كرة القدم، أن دائما يعني ننقل العلوم والمعرفة أنها تكون بشكل مستدام لمدربين مواطنين متواجدين في ميادين كرة القدم في دولة قطر. الآن أنتم تقدمون دورات، وصلتم لله الحمد إلى مستوى المحترفين برو. برأيك ماذا بعد البرو مستقبلا؟ حتى طبعا احنا الان نتطلع ان احنا يكون عندنا العديد من المحاضرين المحليين اللي هم ممكن ينقلون العلم والمعرفه ويساهمون في تطوير المدربين، وهذه طبعا مرحله طبعا لاحقه وضمن الافكار والخطط المستقبليه اللي احنا نضعها. دائما لا يوجد لاعب يستطيع ان ينقل نفسه بامكانياته وقدراته دون أن يكون هناك مدرب يستطيع أن نقل هذه الإمكانيات والقدرات إلى مستوى أفضل. يعني اللاعب ما يتطور بروحه، لابد أن هناك مدرب يستطيع أن يطور إمكانيات هذا اللاعب، ولا يوجد مدرب كذلك يمكن أن هو يتطور دون وجود العلم والمعرفة من محاضرين مؤهلين يستطيعون أن يدربون المدربين. فإذا احنا عندنا مدرب يدرب المدرب، ومدرب آخر يدرب اللاعب، فإذا هي المنظومة والحلقة تكون بهذا الأساس. فاحنا نتطلع الآن إلى مزيد من المحاضرين المؤهلين بالعلوم الرياضية ومجال التدريب، أن نستطيع أن نأهل العديد من المدربين في مجال تدريب كرة القدم في المستقبل. ونتطلع كذلك أن احنا نحدث من برامجنا وآليات التدريب من خلال طرح نموذج ومواضيع مهمة تلامس طبعا احتياجات المدرب وتواكب عصر التطور في كرة القدم. كابتن فهد ثاني الزراع، مدير إدارة التطوير في الاتحاد القطري لكرة القدم وعضو اللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والمحاضر الآسيوي أيضا، شكرا جزيلا لك لهذا اللقاء الخاص. شكرا لكم أخوي أبو سالم، وطبعا تشرفنا بتواجدكم معنا اليوم في إدارة التدريب والتطوير. نشكر قناة بين سبورت المتميزة والرائعة الأمانة على ما تقدموه من جهد ومن مادة كروية شيقة لكل عشاق كرة القدم. شكرا لكم. شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم مشاهدينا على متابعتكم. على أمل اللقاء بكم في مواعيد أخرى إن شاء الله. إلى اللقاء.